اول علاقات بيانيه هتكلم عليها هي هنا علاقه الجي اتش مع طول العظام وتكوين البروتين. علاقته علاقه ايه؟ طرديه، لانه بيعمل على زياده تكوين البروتين، بياخد زي ما قلت لك الاحماض الامينيه ويبتدي يزودها معاك علشان خاطر يكون لك منها البروتين اللي بيبقى على هيئه طول عظامك وعضلاتك وحاجات زي كده. تاني حاجة عايز اعرفها العلاقة ما بين التي اس اتش والثيروكسين والثيروكسين والتي اس اتش اللي هي الراجعة السلبية. التي اس اتش لما يزيد الثيروكسين يزيد وراه. طب الثيروكسين لما يزيد يخلي التي اس اتش ايه؟ يقل. علاقة زي ما قلت لك راجعة سلبية. الاي دي اتش يعمل ايه في اسموزية وضغط اسموزي وتركيز وذائبات البول؟ انا سحبت المية يبقى التركيز هيزيد. طب كمية البول بص تحتيها كده، التركيز زاد، طب الكمية قلت. فرق اللي قلته على البول اعكسه على الدم، بمعنى ان الاي دي اتش اللي زود اسموزية البول يقلل اسموزية الدم. ليه؟ انا بحط على الدم مية فالدم بيتخفف. فهمني؟ طب نتيجة انه بيرجع الضغط بيرجع بيرجع الميه، زي ما بقول لك معنى ان هو بيرجع الميه فبيزداد الضغط الواقع على الشعيرات الدمويه بالاضافه للانقباضات اللي هيعملها في العضلات الملساء. هتلاقي ان العلاقه اللي ما بين الاي دي اتش وضغط الدم علاقه طرديه. كل ما بيروح هتلاقي ان الاي دي اتش عمال يزود من ضغط الدم. ايه الحاجات اللي تزود الاي دي اتش؟ الصيام، العرق، النزيف، قلتهم لك من شويه، المجهود، الوجبات المملحه. طب ايه الحاجه اللي تقلل الاي دي اتش؟ ان انت اصلا ميتك كتيره، شرب الكثير من الماء. في الحاله دي في شرب الكثير من الماء انت هنا مش هيطلع لك اي اي دي اتش كتير لان انت عندك ميه اصلا. طيب في الفيتالوج ايه الرسومات اللي عندنا؟ مش كتير ولكن مهمين شويه معلومات بحيث انها تقفل لك الجزئيه دي. اول مثلا حاجه الفيتالوج رسومات المنهجيه. رقم 3 ده اسمه فص امامي. ليه؟ لانه ده الاكبر. رقم 4 ده الفص الخلفي. سوري دي الشعيرات الدمويه، انا اسف، الشعيرات الدمويه. رقم 2 ده الفص الخلفي، ده الاصغر. رقم 1 الخلايا العصبيه المفرزه. مفرزه لمين؟ لهرمونين، مين ومين؟ اوكسيتوسين، اي دي اتش. العلاقه اللي كانت ما بين المعده والامعاء اللي هي صاد اللي هنا وعين اللي هي البنكرياس. فلو قال لك الهرمونات بتطلع من فين لفين اهو، بتطلع من هنا تروح لهنا. ده اللي اكتشفه مين؟ اكتشفه ستارلينج. ده نفس الكلام. مين سين مين صاد؟ سين فص اكبر يبقى ده امامي، صاد فص اصغر يبقى ده خلفي. عايزك تتعود على الرسومات كتير. طيب الرسمه اللي بعديها منظر الغدد الثدييه والمشيمه. دي غده ايه؟ دي غده قنويه. المشيمه غده بتفرز هرمونات البروجسترون وهرمون الريلاكسين في الحصه اللي جايه. دي غده قنويه. عرفت منين؟ شايف منظر القناه طالعه كده. بعد كده حويصله جراف، دبليو دي الحويصلات الغير ناضجه. مين اللي خلاها تنضج؟ الاف اس اتش. طب مين فجرها؟ ال اتش واي دي. مين دي؟ البويضه اللي عمل على تحريرها هرمون ال اتش. طب مين ده؟ جسم اصفر برضو اللي كونه لك مين يا ريس؟ ال اتش. غده نخاميه طلعت هرمون راح للكلى والوعاء الدموي. يبقى الهرمون ده مين؟ ده هرمون الاي دي اتش، انقباض الاوعيه الدمويه واعاده امتصاص الماء اللي هي بيقلل بيها كميه البول. تمام. دي لسه برضو، دي اللي جنبيها دي برضو لسه. لما اقول لك هنا عضو واحد بيفرز للعضو 2 افراز لا قنوي راح 2 رد عليه بقنوي. عضو واحد هو الامعاء الدقيقه، عضو 2 هو البنكرياس. ودي كانت العلاقه اللي قال عليها ستارلينج، ان دي بعتت سكرتين وكوليسيستوكاينين، راحت ردت عليها بعصاره بنكرياسيه هاضمه. اللي جايه التاثير بتاع الراجعه السلبيه، النخاميه تطلع هرمون اسمه الف اللي هو التي اس اتش، تروح للغده الصماء اللي هي الدرقيه تطلع هرمون اسمه ب ثايروكسين.
اللي بدوره عمل تأثير ايدي وعمل راجعة سلبية، قال لي الغدة النخامية كفاية تي اس اتش. نفس الكلام هنا، هي الغدة ألف طلعت الهرمون، للغدة ب، الغدة ب طلعت الهرمون رقم 2 اللي راح للعضو المستهدف، والهرمون عمل رجاعة ايه؟ سلبية. رسمتين للرجاعة السلبية معاك. دي لسه هنا غدة لبنية تفرز اللبن، يبقى دي هرمون مين؟ دي هرمون البرولاكتين، العملية س، برولاكتين. طب غدة لبنية تطلع منها اللبن، يبقى بالعملية صاد، ده هرمون مين؟ الأوكسيتوسين. واحد غدي والتاني عصبي، واحد بيطلع من الفص الأمامي والتاني يطلع من الخلايا العصبية المفرزة. قلت لك بينهما تكامل إيجابي. لازم ابقى شايف المنظر الامامي في برزخ، المنظر الخلفي في جارات درقيه، والبرزخ بيبقى مش واضح قوي. تمام؟ المنظر بتاع الدرقيه من فوق، دي الغده الدرقيه على القصبه، خد بالك، وادي الفقره العنقيه اللي هنا. تمام نفس الكلام. عايزين رسمه تاني للرجاعه السلبيه اهي. غده النخاميه طلعت هرمون ايه اللي هو تي اس اتش، قعد على المستقبل اللي هو س، لو تاخد بالك المستقبل اهو من بره. راحت الخلايا الحويصليه طلعت هرمون بي سايروكسين، اللي بدوره عمل راجعه سلبيه للنخاميه. تمام. تاثير النخاميه على 3 اعضاء، اول عضو منهم هو الخصيه، تاثير هرمون ال اتش اللي خلى هرمون التستوستيرون يطلع. تاني هرمون هو لسه هناخده الحصه اللي جايه، هو الاي سي تي اتش اللي خلى الكورتيزون والالدوستيرون والحاجات دي تطلع. تالت هرمون هو التي اس اتش اللي خلى الغده الدرقيه اللي شكل الفراشه دي غده درقيه تطلع لنا هرمون الثايروكسين. تمام. اللي بعد كده منظر الغده الدرقيه في شكل مخطط، معنى كده ان دي غده درقيه، ده هرمون وده هرمون وده طالع من الاربعه دول. الجار درقيه، رسمه الدرقيه والجار درقيه لو تاخد بالك ليها رسمه تخطيطيه اهي، واحده عليها 4. لما يقول لك الهرمون اللي بيحفز مرور الجلوكوز من الامعاء للدم، يبقى ده هرمون الثايروكسين. الهرمون ده اسمه ايه؟ الهرمون ده اسمه ايه؟ هرمون بيزود العمليه يبقى اسمه هرمون منشط. هرمون بيقلل العمليه يبقى ده اسمه هرمون مثبط. تاخد بالك. تمام. هرمون يتعمل على زياده السكريات الاحاديه في القناه الهضميه هو هرمون الثايروكسين بالامتصاص. دول لسه الرسومات اللي بيها خلل. ده شكل الميكسوديما، شايف التضخم، شايف زياده الميه، قلت لك بيبقى في حجم كبير في رجل الحاجه. ده منظر تضخم جحوظي، زياده هرمون الثايروكسين. قزامه وعملاقه، زياده هرمون النمو او نقص هرمون النمو في الطفوله. لكن ده ايه ده؟ دي حاله الاكروميجالي، زياده هرمون النمو بس في البالغين. ده قزامه، لكن ده قماءه، شتان الفرق. سين بقدر اقول عليه نقص هرمون الثايروكسين في الاطفال، لكن صاد اقول عليه نقص هرمون النمو في الاطفال. الرسومات اللي بيها خلل اخر حاجه نختم بيها محاضره النهارده.